السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا غسالة الزانوسي 7 كيلو. هنتعلم إزاي نعمل ليها تيست مود، ونعرف إزاي إذا كانت مسجلة عطل أو خطأ، وإزاي كمان نعرف نمسح العطل ده. ان شاء الله باذن الله. لو حضراتكم اول مره تتابعوني، برجاء ان انتوا تشتركوا في القناه وتدعموني بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات التعليميه الجديده ان شاء الله. هنبدا على بركه الله. الغسالة طبعا الزانوسي 7 كيلو يا جماعة، بيبقى لها تيست مود علشان نكتشف بيه الأعطال، وعلشان يسهل علينا عملية الصيانة، وازاي نحدد العطل. وده طبعا هيوفر علينا وقت وجهد كبير. يلا بينا نبدأ على بركة الله. الغسالة دي طبعا أحيانا بتبقى مسجلة أعطال، أو أنا عايز إزاي أتعلم أعمل ليها تيست مود. طبعا الغسالة علشان أعمل ليها تيست مود أدوس على أول زرارين دول، وأجيب البكرة على أول برنامج. الغسالة زي ما حضراتكم شايفين كده بتجمع كده البرامج كلها قدامنا زي ما حضراتكم شايفين كده، تبقى دخلت تيست مود. طيب طبعا كل لفة او كل تكة في السلكتور او الاكرة دي بتجرب معانا برنامج من البرامج. مرة صمام، مرة سخان، مرة طرمبة، مرة الموتور. بنجرب مع حضراتكم. طبعا هي دلوقتي بتسحب مية مرة من اليمين ومرة من الشمال زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. كل لفة في السلكتور او ننقل على كل برنامج دي طبعا بتختبر معانا حاجة في الغسالة زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بداخلة برنامج طرد المية زي ما حضراتكم شايفين، وهتبتدي الغسالة تلف سرعة عالية زي سرعة العصر. الغسالة حاليا دلوقتي كده بتطرد المية، وبتبتدي تطلع سرعة عالية بعد ما تطرد المية كده. دي تجربة الموتور. نقلنا من على برنامج الطرد والسرعة العالية. اللفة اللي جاية او البرنامج اللي جاي هو ده اللي هيبين لنا العطل. زي ما حضراتكم شايفين العطل كده ظهر لنا على الشاشة E31. ده عطل ليفل في الغسالة دي. يلا بينا نتعلم ازاي نمسح نمسح العطل. زي ما حضراتكم شايفين هنضغط على الزرارين دول لحد ما يظهر لي E00 كده. العطل اتمسح من على الذاكرة بتاعة الغسالة. زي ما حضراتكم شايفين ده عمل التست مود للغسالة الزانوسي 7 كيلو. سهل جدا وبسيط. طيب احنا عايزين نتأكد ان العطل اتمسح مش لسه متسجل على الذاكرة. هنجرب نعمل تيست مود تاني سريع كده علشان نشوف هي لسه مسجلة عطل ولا لا. وده طبعا شكل الشاشة لما تكون الغسالة داخلة تيست مود. برضو الغسالة بتجرب معانا كل المكونات. دي صمامات. انا طبعا بحاول ان انا اقصر الفيديو على حضراتكم بقدر الامكان، علشان كده بلف السلكتور بسرعة علشان بس نوصل للبرنامج اللي هيظهر لنا منه الاعطال. دي طبعا الترومبة شغالة والموتور هيطلع سرعة عالية. كده الغسالة بتطرد، الموتور ابتدى يلف او يطلع سرعة عالية. وده طبعا برنامج
بعد لفة الموتور. البرنامج اللي بعديه مباشرة هو ده البرنامج اللي هيبين لنا العطل. كده لو في عطل المفروض كان ظهر معانا على الشاشة، ولكن الغسالة جايبة معانا E00، معنى كده ان الغسالة ما فيهاش اعطال والعطل اتمسح معانا بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.